ولاش كتكونوا كاملين شفتوا التصويره ديال السيد ولا سمعتوا بقضيه بن حمد اللي وقعت مؤخرا بالحد اللي فات اي ب 20 ابريل عام 2025. المؤذن غيأذن لصلاه العصر والناس غيتوجهوا للجامع باش يمشيو يصليو، ولكن غيلقاو قدامهم ثلاثه د الميكات محطوطين بواحد الطريقه غريبه تما، وبدا فعل الفضول غيبغيو يعرفوا شنو كاين وسطهم، وغيتشوكاو من غيشوفوا اللحم والطرفه د بنادم مقطعين ومجموعين تما. هذه ما كانتش من الحوايج العاديين بمدينه بن حمد، بالتالي غيصونيو على البوليس اللي غيجيو لموقع الحدث وغيديو دوك البلاستيكات باش يعاينوا الجثه، وما غاديش ياخذوا بزاف د الوقت باش يعرفوا شكون دار هذه الفعله، حيت غيشدوا واحد السيد كان متواجد تما بواحد المده قليله قبل ما يلقاو الجثه. والحاجه اللي غادي تاكد هاد الشكوك هو الدم اللي غيلقاو على ملابسه الداخليه مور ما قلبوه. بطبيعه الحال ماشي غير هادشي اللي لقاو، بل ملي مشاو قلبوا الدار نتاع هاد السفاح غيلقاو متعلقات نتاع الضحيه زائد شي خناشي بحسب ما تيقولوا الشهود كانوا فيهم اجزاء ديال ضحايا اخرين. هاد السفاح ما كانش غريب على الساكنه ديال مدينه بن حمد، وكان كلشي كيعرفو حيت كاع الناس كانوا كيتشكاو منه وكانوا رافعين عليه 20 شكايه. ولكن الحاجه الغريبه هي ان البوليس ما داروا حتى حركه، من غير انهم كانوا كيديوه لمستشفى الامراض العقليه كيحطوه تما واحد المده يتعالج فيها وكيخرج مره اخرى يتعدى على الناس. كيف العاده بحال اي لعبه كتوقع كتخرج معها بزاف ديال الشائعات، وحتى هذه الواقعه ما كانتش حاله استثنائيه، بل خرجوا معها بزاف د الشائعات من بينهم ان هذا السفاح كان تياكل اللحم ديال الضحايا وشوى الكبده ديال السيد اللي قتل وكلاها. ولكن هذه الهضره ما كاينش شي حاجه كتاكدها، حيت فاش قلبوا البوليس في القوالص اللي دازين بالمنطقه لقاو اجزاء من الكبده، اللحم، القلب وحوايج اخرين اللي كتنفي هذا السيناريو. زائد حتى هذه الليسته اللي خرجت مؤخرا ما هي غير ليسته مفبركه وما عندها حتى علاقه بالقضيه.